ولما كانت الحلقة 63 بعد 100 وفيها الليلة التالية، كان الملك شهريار فريسة للهواجس والأفكار، فقد أنهت إليه الأخبار أن حوادث مهلكة وقعت في أطراف المملكة، وصحبتها ظواهر غريبة وخوارق عجيبة، فاستبدت به الآلام وأمسى على غير ما يرام. ولهذا ما كاد ينفض الديوان وينصرف الجنود والأعوان، حتى صعد الملك شهريار إلى غرفة الأسرار وهو منهار أو شبه منهار، وعلى غير عادته ارتمى على أريكته وأسند رأسه إلى راحته، وجعل يفكر في خلق الليل والنهار، واستغرقته الأفكار فأغمض عينيه وغاب عما حواليه، ولم يشعر بشهرزاد وهي تتقدم إليه وتقبل عليه وتركع بين يديه. مولاي مولاي. ايه شهرزاد؟ اوه، أين أنت يا مولاي؟ أنا؟ نحن حيث تشاء الأقدار يا شهرزاد. أراك الليلة على غير ما عودتني أن أراك. لا شيء لا شيء. أضائق أنت بي يا مولاي؟ أوه شهرزاد، حسبت أن مولاي سيضيفني إلى ظل عطفه هذه الليلة أيضا. الليلة وكل ليلة يا شهرزاد، ولكن ماذا أقول يا منية الفؤاد؟ ألست تراني جميلة يا مولاي؟ بل أنت أجمل من الجمال. شعري هذا مع جبينك يجمع بين الليل والنهار. حسن جدا. وعيناي مولاي، ماذا تقوله عيناي؟ إليك عني شهرزاد، دعيني دعيني لما أنا فيه الآن. بروحي أنت، ماذا بك يا مولاي؟ إني أحترم هذا الصمت، ولكني أرى وراءه أمرا أرجو أن تحدثني به، فقد تجد له عندي حلا يرضيك. الأمر أكبر من أن يكون له حل يا شهرزاد. إذن أشاركك ما أنت فيه، أشرب مما تشرب منه. شهرزاد مولاي، هناك أخبار غير سارة يا شهرزاد. أليست حدودنا مؤمنة يا مولاي؟ قلت إن الأمر أكبر من ذلك يا شهرزاد. إنك تثير مخاوفي. حدثيني شهرزاد، ماذا ينفع الحذر إذا حم القدر؟ ما لا حيلة لنا فيه لا بد أن نوافيه. وما ذنب الضحايا البرآء؟ ضحايا؟ مدينتان بحالهما وفي لحظة واحدة. أي مدينتين يا مولاي؟ مدينتا عامور وسامور. ما بالهما؟ أصبحتا أثرا بعد عين. ماذا تقول يا مولاي؟ ذلك هو الخبر المشؤوم الذي جاءني به رسل هذا اليوم. يا إلهي. بينما كان القوم في أعمالهم لاهون، إذ الأرض تقشعر من تحتهم وترتعش، وإذا الجبال تتجشأ لهيبا وحمما، وذابت الصخور، وجعلت البحار تغلي وتفور، وفي لحظة واحدة انشقت الأرض واختفت المدينتان، وأصبحتا في خبر كان. حقائق كأنها أوهام. لهذا ترينني على غير ما يرام. وماذا فعلتم يا مولاي؟ طيرت الحمام الزاجل إلى أقرب ولاة إليهم ليتداركوا من بقي منهم أحياء. أجمل الله لك العزاء وأحسن إليك الجزاء. لا أدري ماذا جرى للدنيا شهرزاد. إنها الحياة تأتي على قوى الحياة، وهو أمر نخشاه ولا نستطيع أن نتوقاه. عجبا.
وأي عجب يا مولاه. لماذا بحق الله؟ ذلك أن جسم العالم ما زال أقوى من روحه. إن قوى المادة لم تجد ما يعادلها من قوة الروح يا مولاي. ربما كان ذلك كذلك، ولكني سمعت ما هو أعجب يا شهرزاد. وما ذاك يا مولاي؟ همس إلي بعضهم أنهم شاهدوا مخلوقات عجيبة تهبط من السماء ثم ترمي المدينتين بشواظ من نار ما كادت تمس الأرض حتى قامت القيامة وكان ما كان. والمخلوقات التي نزلت من الفضاء؟ ما لبثت هذه المخلوقات العلوية أن ارتفعت إلى السماء. حقا؟ من أخبرك بهذا يا مولاي؟ الرسل، وقد سمع هؤلاء ممن شاهدوا بأنفسهم، وقد أرسلت في طلبهم لأسمع منهم. إذا لم يكذبن والله الأولون. مخلوقات تعيش في هذه الأجرام السماوية ويخلق ما لا تعلمون، ويعيشون فيها كما نعيش نحن على هذه الأرض. أما أن في هذه الكواكب سكانا فذلك ما وجدته في أحاديث القدماء. ولكن بعض هذه الأجرام السماوية من نار، فكيف يمكن أن تكون فيها حياة؟ وهل هناك ما يمنع أن تكون هناك مخلوقات زودها الخالق بما تستطيع معه أن تعيش في النار؟ تعيش في النار؟ ألم يزود الخالق بعض المخلوقات بما تستطيع معه أن تعيش في الماء؟ حقا. أليس هذا هو هذا؟ بلى يا شهرزاد، ولكن كيف يعيش هؤلاء؟ وما لون حياتهم؟ وما منتهى ما وصلوا إليه في هذه الكواكب؟ هذا يتوقف على طبيعة وظروف كل كوكب. هناك كواكب فيها مخلوقات ما زالت في أول مراحل الحياة، وهناك كواكب فيها مخلوقات وصلوا إلى سر الحياة. وصلوا إلى سر الحياة؟ نعم، وبين هؤلاء وهؤلاء طبقات وطبقات من عجائب المخلوقات لا يعلمهم غير خالق الأرض والسماوات. سبحانك، ما أعظم شانك. إنه ملك يدبره صاحب الملك. هذا حق، ولكني أعجب لك أنت. من أين لك علم هذا كله يا شهرزاد؟ أنا؟ أبدا، إنني فقط عرفت هذا من قصة الفتى ماندو الذي يختفي ليبدو. يختفي عن العيان ليعود إلى محبوبته وردشان كما كان. وردشان بنت السلطان التي جمعت بين الجمال والذكاء، وتغنى بها الشعراء، وتوافد على بابها الخطاب. وسبحان العاطي الوهاب. وما قصة الفتى ماندو ذلك الذي يختفي ليبدو؟ قاده صدقه إلى النجاة، والصدق منجاه. فقابل العون وطار به إلى شاطئ الكون، واجتاز الآفاق واخترق السبع الطباق، وشاهد من العجائب وصادف من الغرائب ما لم يخطر على بال إنسان ولا يعلم به غير خالق الأكوان. يا عجبا كل العجب. إنها قصة لو كتبت بالإبر على آماق البصر لكانت عبرة لمن اعتبر. وكيف كان ذلك بالله يا شهرزاد؟ كان ذلك يا مولاي في بلاد السنديان، وفي عصر الملك كهلان الذي أقبل عليه الزمان ودانت له الأيام، ودخل في طاعته الخاص والعام، فهابته الأقيال وحملت إليه الأموال، وعاش في أحسن حال وأهنأ بال. شيء واحد كان يشوب هذا الصفاء، هو حرمانه من الأبناء، فقد أعطاه الله الملك والبلاد وحرمه من نعمة الأولاد. وإذ كان الملك كهلان عامر القلب بالإيمان، فقد رضي بقضاه وأسلم أمره إلى الله.
ولكن الأيام تصنع العجائب، ومصائب قوم عند قوم فوائد. فقد كان للملك كهلان وزير اسمه شهلان، العبان كيذبان ثعبان في ثوب إنسان. فخطر ببال هذا الوزير خاطر مثير، وظل يتحين الخلسة حتى واتته الفرصة. ففي يوم من ذات الأيام، وبعد أن انصرف الأعوان والحكام، وجد الوزير نفسه مع السلطان في الديوان، وقد خلا لهما المكان. وعندئذ مولاي، وعندئذ ماذا كان؟ كان ما كان، وكل شيء له أوان. ماذا فعل الوزير شهلان مع الملك كهلان؟ ما لم يخطر على بال إنسان، ولكننا يا مولاي أصبحنا أو نكاد. لقد سريت عن نفسي يا شهرزاد. إذا استبقيتني إلى الغد ولم تقتلني. أقتلك؟ عبارة كل ليلة، ومثل كل ليلة. أجلنا موعدك مع الله يوما آخر يا شهرزاد. إلى الغد يا شهرزاد. مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 63 بعد 104 من ليالي ألف ليلة. يكتبها طاهر أبو فاشا، ويخرجها محمد محمود شعبان.